خفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة واحسن حال. فمعانا النهاردة خبر عن برضو الفنانة سماح انور. وللأسف سماح انور يعني مش عارفة هي في ايه مالها، كل شوية تغلط وتشتم في المصريين ومحدش بيتكلم معاها ولا حد بيقولها انت بتعملي ايه. للمرة التانية غلطت واهانت برضو المصريين والصحفيين، وقعدت تشتم فيهم وتقول لهم انتوا شوية متخلفين. كان في لقاء معاها والصحفيين طبعا ملمومين بقى حواليها عايزين ياخدوا منها كلمة، وطبعا هي قعدت تتكلم معاهم في الاول بالراحة كده وبأدب واعذروني وانا بتعصب مش عارفة من ايه ومن اسلوبكم وكذا كذا، وفي الاخر بعد ما خلصت كلامها راحت هاجمة تاني في الكلام وغلطت تاني وقالت لهم انتوا بتتكلموا بتخلف، انتوا متخلفين، في معاملتكم في تخلف منكم وهكذا. طبعا دي للمرة التانية بتغلط وبتشتم وبتتهم المصريين او الصحفيين بالجهل وبالتخلف. بصراحة انا شايفة ان هي معاها حق، يعني هي تغلط بقى براحتها، ما هو اصل هي محدش بيحاسبها ومحدش بيقول لها انت بتقولي كده ليه، محدش قال لها لازم تعتذري، محدش وقفها وقال لها كده غلط والمفروض انتي فنانة كبيرة ومعروفة ولكي اسمك، ازاي تغلطي في الناس بالشكل ده سواء مصريين ولا كده. المرة اللي فاتت غلطت وقالت شعب مصر وانتوا مصريين، غلطت في الكل، محدش قال لها انت بتعملي ايه، ومحدش غلطها ومحدش وقفها ومحدش وجه لها اي انذار ولا ان هي لازم تعتذر او كده، وما اعتذرتش يا جماعة، خلي بالكم هي ما اعتذرتش. المرة دي بقى هي برضو قررت نفس الموضوع ومتأكدة برضو ان هو برضو الناس هتقف وتسمع وتسكت، وما هي بقى فنانة كبيرة يعني ما لازم يتلموا حواليها ولازم يسمعوا اهانتهم بنفسهم ومحدش يعترض من كل اللي واقفين. وغلطت بنفس الغلط وقالت لهم يا شوية متخلفين. طبيعي ان هي تكرر الغلط تاني، طبيعي ان هي تكرر الغلط والشتيمة والاهانة للمصريين وللصحفيين ولأي حد. ليه طبيعي؟ لان هي ما لقيتش اللي يرضعها، ما لقيتش اللي يقول لها كده غلط، ما لقيتش اللي يقول لها لازم تعتذري، ولقيت اللي بيقبل الاهانه وبيسكت. هي قبلوا الاهانه وسكتوا، وما حدش من اللي موجودين الصحفيين قال لها احترمينا، احنا ناس صحفيين، احنا ناس متعلمين، احنا ناس لينا برضو قيمتنا في المجتمع، احنا ناس معروفين، احنا ناس اهالينا صرفوا علينا وعلمونا، فاذا كنت انت فنانه محترمه كبيره فاحنا برضو ناس محترمين. للاسف محدش قال لها كده ومحدش اعترض ولا حد وقفها ولا حد قدر يتكلم معاها اي كلمه للاسف يعني. فطبيعي انها تعمل كده، والله يعني انا شايفه الغلط مش عندها هي، الغلط على اللي بيقبل الاهانه ويسكت، الغلط على اللي بيسمح لها ان هي تغلط، الغلط على اللي بيعمل لها قيمه سواء هي او اي فنان ويقف ويسمع لكلامها او ياخد منها سؤال او صوره ويحسسهم ان هم يعني هقول لك ايه، مش عارفه الناس نازلين باجنحه هم كده في وسط كانهم من كوكب تاني، هم ولاد ناس وبقيه الشعب لا. في ايه يا جماعه؟ احنا بندي اللي ملوش قيمه ليه؟ فهنقول ايه؟ العيب مش فيهم، مش كل اللي بيغلط بيبقى العيب منه. اذا كانت هي بتغلط وانسانه مش بتحترم شعبها ومش بتحترم بلدها ولا ناس بلدها ولا اهلها ولا الصحفيين، فده يرجع لها هي، ده الاخلاقها هي. لكن احنا ليه نقبل على نفسنا كده؟ ليه يسمحوا ليها تغلط بالشكل ده من غير ما حد يرجعها او يطلب منها انها تعتذر ويقبل اصلا الاهانه ليه؟ ده بالنسبه للخبر اللي معانا. في معانا بقى خبر تاني. طبعا كلنا عارفين احمد سعد وعلياء بسيوني، وكنا عاملين فيديو عنهم من كام يوم ان هم اتطلقوا، وكان في بينزلوا بوستات كده مش ظريفه يعني، وان هو طلقها علشان بنته رجليها اتكسرت او ايديها اتكسرت فراح مطلقها. والموضوع بقى خد شكل كبير شويه وبدات الناس تهاجم احمد سعد وتقول له الست دي كويسه والكلام من ده، والناس تتعاطف معاها، وكلنا بصراحه كنا زعلانين منه وقعدنا نهاجمه. الغريبه بقى ان هو كان عامل حفله في بورسعيد وهي حضرت الحفله دي، وكان بيغني لها في الحفله، والله كان بيغني لها واغاني رومانسيه، وكان بيوجه لها هي الكلام والاغاني، وهي كانت متفاعله جدا مع الاغاني وما شاء الله يعني، وكانهم مش متطلقين. فيقال ان هم رجعوا لبعض.
تمام، احنا ما يخصناش يرجعوا يتفلقوا، يعني احنا ما دي حاجه ما تخصناش، لكن اللي بيخصنا او اللي مضايق الواحد ان احنا بدأنا، يعني احنا برضو كان شعب مصريين، احنا عواطفنا سابقه عقلنا بشويتين ثلاثه بصراحه. يعني احنا دايما بنمشي ورا العاطفه، بنصدق اي حاجه يا جماعه، بنصدق، احنا طيبين قوي والله العظيم، احنا طيبين قوي، بنتعاطف مع الدموع بسهوله قوي، وبنصدق اي حاجه بتتقال لنا بسهوله قوي، وللاسف بنمشي ورا مشاعرنا كتير. فده اللي حصل يعني في حاجه زي كده، او زي قصص كتيره من دي، بنتعاطف لدموعها وصدقنا فعلا ان هم ممكن يكونوا فعلا مختلفين، لكن في الحقيقه هم احتمال كبير قوي وبنسبة 99% اصلا ما اتطلقوش، وكانوا بيشتغلونا يا جماعة. والله يعني شربونا المقلب، شربنا المقلب فعلا، والناس اتعاطفت معاها ومعاه وخلاص، وطلعوا ترند بالاخر. وما كانوا عايزين يركبوا الترند والسوشيال ميديا اللي بقت كلت دماغ الناس وخلتهم يضحوا بمبادئهم واخلاقهم وباي حاجه، وحتى عيالهم، وبقى حتى سمعتهم يعني بيسيئوا لاي حاجه في سبيل الشهره وانهم يركبوا الترند. الموضوع ده زاد قوي عن حده في مصر، وبصراحه يعني بقى سخيف قوي قوي ان يدعوا ان بيتهم اتخرب وهي تشتمه وهو يشتمها، بتبتدي المواضيع بينهم بالبوستات التلقيح والكلام من ده، ويفولوا على نفسهم باللي مات واللي اتطلق واللي اتجوز واللي خان واللي اتنيل، وفي الاخر والله العظيم احنا اللي بنصدق وبنتعاطف وبنزعل، ونبقى بصوا يعني خلاص يا عيني مقهورين على الزعل دي وزعل ده، وفي الاخر يتفلقوا كلهم، لان هم في الاخر بيشتغلونا يا جماعه، هم بيشتغلونا وهم رجعوا لبعض، وتقريبا هم اساسا ما اتطلقوش، وكان علشان بس الترند. بس بصراحه يعني احقاقا للحق، يعني هو احمد سعد في ذروه شهرته اول فتره دي، يعني في اعلى قمه شهرته الفتره دي او الايام دي. طب هو مش محتاج للترند ومش محتاج للشهرة، يعني ايه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده؟ ايه اللي يخليه يضحي بان هو تشتمه ويشتمها ويخرب بيته ويعمل كده هو ومراته خلاص علشان شهرة؟ فالواحد احتار في امرهم بصراحة، وفي الاخر هم امرهم برضو ما يهمناش، بس احنا المفروض ما نصدقش اي حاجة بتطلع على السوشيال ميديا. قدام الكاميرا حاجة ومن ورا الكاميرا حاجة تانية خالص خالص خالص. في نهاية الفيديو احب اسمع تعليقاتكم، ولو عجبكم اللايك، لو عجبكم لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، ده فضلا وليس امرا منكم، واحب اسمع تعليقاتكم على الفيديو وعلى اللي اتقال فيه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.